ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اخيرا طلعنا وهنتفسح مع بعض في شرم الشيخ. طبعا باين عليا جدا انا اتفحمت وجلدي بدأ يطلع والله ويقشر من الحرارة. اول ما خرجنا في شرم الشيخ رحنا على السوق القديم. طبعا احنا ما خرجناش بصراحه كتير لان العيال معايا. وفي الفرهده وفي الحر ده ما كناش نعرف ان شرم الشيخ مشتى مش مصيف والله. بس حاجه كويسه ان احنا لقينا، يعني عرفنا نتمشى براحتنا، ما فيش زحمه، كل الناس الموجوده اجانب بس. ما فيش مصريين تقريبا خالص ولا عرب، اجانب فقط. من اشهر الاماكن في شرم الشيخ هي السوق القديم وخليج نعمة او ممشى خليج نعمة وسو سكوير، وفي اللي هي الرحلات اللي هي بتكون في اليخت كده في راس محمد. احنا عملناها السنة اللي فاتت بس كان اولادي كانوا صغيرين ما كانوش بيتحركوا قوي، لكن السنة دي طبعا حركة فما عرفناش زي برضه ما عرفناش نركب المراكب اللي في النيل لما نزلنا القاهرة اخر مرة. فعلشان كده ما خرجناش كتير، كان اغلب وقتنا في الفندق في السوق القديم وفي خليج نعمة. وفي كل مكان هتلاقوا المحلات اللي هي بالشكل ده مكتوب عليها اسماء ماركات عالمية. بس انا بصراحة يعني جيت اسأل كذا محل هل في اللبس هل يعني الماركات ديت حقيقية ولا لا، قالوا لي لا ده مش حقيقية. فعشان كده عرفت ان ديت يعني ماركات يعني مقلدة وكده. بالنسبة بقى الأسعار في شرم الشيخ فهي متفاوتة. ازازة المية تلاقيها ب10 جنيه، تلاقيها ب15 جنيه، تلاقيها ب25، تلاقيها ب30. العصير هكذا، كل حاجة سعرها متفاوت، كل واحد ماشي بدماغه بصراحة. وده يعني أسوأ حاجة في شرم الشيخ. أنا بقول لكم كل حاجة بإيجابياتها بسلبياتها. زي ما قلت لكم إن شرم الشيخ فيها أمان جدا، مفيش فيها تحرش، يمكن أأمن مكان في جمهورية مصر العربية للسيدات. طبعا زي ما انتوا عارفين هي شرم الشيخ، والله العظيم بكلمكم بجد. هنا رحنا بقى شوفنا مسجد الصحابة. الأصدقاء اللي بيشوفوني لأول مرة، فأنا اسمي شيماء، مصرية في تركيا، عايشة في تركيا ومتزوجة تركي وعندي ولدين. ودي قناتي، قناة فلوجات ورحلات ويوميات وأحيانا بقدم وصفات أكل. يعني كل اللي برتديه ليا وليكم، وبشارك في قناتي حياتي معاكم زي ما أنا عايشاها بالظبط. المسجد جميل جدا جدا جدا. مسجد جميل جدا جدا جدا. السوق القديم كنا عايزين نروح سوهو، بس سوهو في الحر دي ما تنفعش. مدخل سوهو طويل ولازم نتمشى شويه محترمين عشان تدخلوا سوهو. من قبل ما نفكر ان احنا نروح حتى شرم الشيخ، ومن قبل اي حاجه جوزي قال لي انا لازم اروح المكان اللي كان فيه سمك السنه اللي فاتت، هو اسمه فارس للمأكولات. ده اشهر محل سمك او مطعم سمك في شرم الشيخ كلها، ليه كذا فرع في شرم الشيخ. الاسعار يعني نار بجد. اقل حاجه يعني السمك من 450 لحد 1000 وشويه. الاسعار دي ايه؟ الاسعار دي اللي زي ما انتوا هتشوفوا بعد شويه كده. اكلنا يعني 300 جرام صبيط وسمكتين وسمكايه واحده بس كده مشويه، دفعنا 1200 او 1100 جنيه بالمصري. ايه ده يا جماعه؟ ايه الاسعار دي؟ فالاسعار كمان متفاوته زي ما قلت لكم. يعني ادينا لهم السعر المكتوب، لا عايزين تاني، يقول لك انا عايز بقشيش. ايه ده؟ الاسعار السمك طبعا اسعار السمك غاليه قوي. انا ما كنتش متوقعه ان اسعار السمك هتكون بالشكل ده. عندهم حق يا بنات، الاسعار بقت في مصر والعه جدا. يمكن في شرم الشيخ كمان اضربوا في 3 أو 4، لان يعني بيستغلوا الوضع ان السياح مش عارفين. انا ما اقدرش اقول لكم انا اتخانقت خناقه كبيره قوي. رحت السوبر ماركت، واحدة أجنبية من اليابان أو حاجة زي كده، كان عايز يديلها ازازة المية 10 ازاز مية ب10 دولار أو كده. قلت لها لأ، ده ازازة المية الواحدة بس ب10 جنيه.
راح قاعد بقى يعني شد معايا وقال لي انت مين، وريكي كارنيهك والكلام ده. ليله ما انا هددته بامانه ربنا، ليله ما لم نفسه وكان يعني قلت له انت عايز تضحك على الاجانب، عايز تضحك على الاجانب عشان مش فاهمين حاجه. فبصراحه الموقف ده كان نرفزني جدا وعصبني قوي. يعني انا ما بحبش بصراحه الاستغفال او ان حد يضحك عليا او حد يضحك على حد غريب في البلد ما يعرفش حاجه. سمك فده حكايته حكايه. انا اخترت طبعا صبيت، قال لي بصي انا ما باكلش الحشرات ديت. قلت له سيبني انا الحشرات انا اكلها. انا اكل الحشرات. قال لي في المله الحنفيه ما بياكلوش حشرات. قلت له يا عم ما احنا عندنا حنفيين وبياكلوا الحشرات برضو وبياكلوا الصبيط والجمبري، سيب لي انا الحشرات مصلحه برضو. مش اصليه اعتقد، لان انا سالت مش عارفه والله، ممكن تكون اصليه وممكن تكون لا. هو الحته اللي هي بتاعت المطعم اللي هو اسمه مش عارفه ايه كده، بوده اهو، المطعم بتاع بوده بار اهو. الجو حر قوي يا جماعه، الجو حر قوي. الواحد من اول دقيقه فرهد. ملناش خروج والله العظيم بجد، فرهدت بجد اهو. ده جديد ده ولا متهيألي اول مره نشوفه ده. ده انا كنت واقف، ده انا عمال اقول لوليد امشي ورا دول وروح ورا دول ولا دي. الناس بتتشفى باي حاجه طبيعيه يا جماعه والله العظيم، وفي الحر ده فعلا. بخور والروايح. اختفوا الحق لما اكتفوا ما شاء الله. الروح للروح بتحن. هي ديت اسماء العطور ولا اسماء الحاجات دي؟ سيب العبيط يتظبط. ده ايه دي؟ ده ليفه ايه يا جماعه؟ دي ليفه اللي بيدعكوا بيها الرجلين دي ولا ايه بالظبط؟ الحاجات الحلوه دي بتفكرني والله بالدجال اللي رحنا له في البساتين، وقدامنا بخور برضو كان البخور بتاعه حلو قوي بصراحه. الاجانب بيحبوا الطبله والرقص الشرقي والاستعراضات وبدل الرقص، فتلاقي ان اكتر حاجه هنا في شرم الشيخ عليها اقبال. هي بدل الرقص والطبله والحاجات دي. عندهم بالنسبه لهم يعني بالنسبه لهم مصر الاهرامات وشرم الشيخ والجمال رغم التقدم الموجوده في البلد، لكن الحاجات دي بالنسبه لهم يعني اهم حاجه يشتروها من مصر علشان يقولوا ان احنا فعلا رحنا مصر. شكرا سياوي، شكرا. شرم الشيخ. الأجانب بيحبوا الجمل وكده. ركبته قبل كده والله مرة لما أول ما أنا وجوزي اتجوزنا وكده، بس ساعتها ما قررتش ركوب الجمل تاني بصراحة، ومش ناوية إن أنا أكررها. عارفين انا هروح فين. او طبعا عارفين من غير اي حاجه انا هروح فين. يا التورون تعالى. عصير القصب والعصائر الطبيعيه ديت. شربوا البتاع العصير بتاعه، شربوا العصير بتاعه اللي هو جاي له مخصوص من تركيا. هو ده هو ده هو ده. الحب يا ابني، استنى يا ابني. اوه استنوا الجوافه والمانجا، الحاجات اللي محرومين منها ديت.
السنه اللي فاتت لينا، وكانت صاحبتي لينا موجوده. ف لا ده في جوه الحته ديت في بتاع عصير قصب وعصير ارخص من اللي احنا شربناه ده. ضحك علينا وقال لنا العصير المانجا وعصير الجوافه ب100 جنيه. كنا بنشربها عند الراجل ده ب 35 وزعلانين منه. رايحين نشرب عند راجل العصير اللي ضحك علينا السنه اللي فاتت. فجوزي بيقول لي تعالي نشرب عصير عند الراجل اللي ضحك علينا السنه اللي فاتت، قلت له ايوه. كان ساعتها اول مره جوزي يشوف عصير قصب ويدوقه، فكان عجبه جدا، فكل يوم كان يروح يشرب عصير قصب. وانا طبعا كنت بشرب عصير جوافه ومانجا وكده. قبل ما نيجي نشرب كان بيقول لنا سعر، بعد ما بنشرب يقول لنا سعر تاني. كل يوم على كده، قبل ما نشرب سعر وبعد ما نشرب سعر تاني. في شرم الشيخ الروايح الجميله والبخور في كل حته، هتشم روايح جميله فعلا. الفلوج ده فلوج واقعي اصدقائي الاعزاء، ده زي ما احنا عايشين بالظبط، يعني مش فلوج الاحلام ولا فلوج مثلا يعني حاجه يعني بنضحك 24 ساعه او بنعيط 24 ساعه، لا. ده يومنا العادي، زي ما احنا عيله عاديه راحه تشرب او تاكل اي حاجه في مكان، فبتشوف فبتعلق حاجات تعجبها حاجات ما بتعجبهاش. فهو ده الحال الطبيعي بتاع اي مكان. احنا كان ممكن نروح عروض الدولفين واتعرض علينا، بس جوزي قال ده بيعذبوا الدولفين والكلام ده كله فما تروحوش. انا كان نفسي اروح بس هو ما رضيش. وكان في طبعا رحلات تانية بعيده، سانت كاترين. شوف الله، الحاجات دي بحبها قوي 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 قوي. يا ريت كان اولادي يعني دماغهم فيهم كنا اشترينا، والله حاجات حلوه قوي قوي قوي. الحاجات دي بضعف قوي قدام الجمال ده. لحد دلوقتي ما شفتش مصريين خالص في المكان، كله روس واتراك وايطاليين واسبانيين. حتى لما احنا كنا في مطار شرم الشيخ، الراجل اللي نزلنا معاه يعني الناس اللي هم في المطار قالوا لنا اللي انتوا نزلت معاكم في الطياره عربيه. الناس اللي احنا كنا في الطياره قالوا لنا نازلين في نفس الوقت الايطاليه والاسبانيه والتركيه. ففي اسبان كتير قوي، في ايطاليين وفي اتراك كتير قوي في المكان. كل حته في شرم الشيخ تلاقوا الكتابه اكيد 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 لازم باللغه الروسيه مع اللغه بالانجليش والعربي. اكيد الناس اللي ما راحتش شرم الشيخ قبل كده. كنت عايزه اشتري حاجات من دي، والله كانت في القاهره كمان ارخص، بس طول قال لي انت هتشتري اصنام وحاجات زمان اللي كانوا بيعبدوها، فما رضيش يشتري بصراحه. انا بالنسبه لي بحب بصلها من ناحيه اللي هي انتيكات وكده وحاجه جميله، نفسي بصراحه، بس هو اللي رافض.